يا صديقي، عامل ايه؟ انا جيت لك بفيديو جديد من النوع اللي يفتح دماغك ويخليك تبص لحياتك بطريقة تانية. في القناة دي بنلخص كتب مهمة وهادفة، بنحاول نخليها خفيفة على قلبك ومليانة فايدة في نفس الوقت. وصدقني احنا بنتعب عشان نطلع لك المحتوى ده بشكل بسيط وممتع، فمحتاجين دعمك باللايك والاشتراك عشان نقدر نستمر. النهاردة جبت لك كتاب خطير جدا اسمه العادات الذرية. كتاب بيقولك ببساطة ازاي العادات الصغيرة ممكن تعمل فرق ضخم في حياتك. تعال بقى نقعد كده سوا ونتكلم على القهوة كأننا صحاب ونشوف ايه الحكاية. يا صديقي، شوف، التغيير الكبير مش لازم يبقى نقلة مفاجأة زي ما الأفلام بتورينا. لأ، التغيير الحقيقي بيجي من شوية حاجات صغيرة بتعملها كل يوم. يعني مثلا لو انت أول ما تصحى تشرب كوباية مية وتفضل محافظ عليها كل يوم، بعد شهر جسمك هيشكرك. والموضوع مش كوباية المية نفسها، الموضوع انك بتدي اشارة لعقلك انك شخص منظم وبتبدأ يومك صح. خد عندك مثال تاني، بدل ما تقول انا نفسي اخس 20 كيلو، لا، ركز على نظام. يعني كل يوم تمشي 10 دقايق وتاكل اكل بيتي مظبوط. مع الوقت هتلاقي نفسك خسيت من غير ما تحس. الهدف لوحده مش كفاية يا صديقي، اللي بيغير فعلا هو النظام. وكمان البيئة بتاعتك أهم من نيتك. لو قاعد في أوضة كلها شيبسي وبيبسي مش هتعرف تبطل تخن، إنما لو جنبك كتاب أو زجاجة مية تلقائي هتمسكهم. يعني بالعربي كده، غير البيئة العادة تتغير. الكتاب كمان بيقول ما تستناش النتيجة الفورية. العادات زي الزرع، انت تزرع البذرة وتسقيها كل يوم. الناس مش هتشوف حاجة، بس بعد شهور يطلع لك شجر. النجاح هو نفس القصة، الناس تشوفك فجأة ناجح وتقول ايه ده، بس محدش شاف العادات الصغيرة اللي ورا النجاح. وفي فكرة مهمة قوي، متقولش أنا عايز أبقى رياضي، قول أنا رياضي. العادات الصغيرة لما تتكرر بتشكل هويتك. انت بتبقى الشخص اللي بيعمل الحاجة، مش بس اللي بيحلم بيها. يعني يا صديقي، لو عايز تغير حياتك ركز على عادة صغيرة تبدأ بيها النهاردة، خليك ثابت عليها. غير بيئتك وهتلاقي نفسك بعد سنة شخص مختلف تماما. والحلاوة انك مش محتاج معجزة، انت محتاج بس تبدأ بحاجة بسيطة وتفضل ماشي عليها. الختمة يا صديقي، قولي كده في التعليقات ايه العادة الصغيرة اللي نفسك تبدأ بيها من النهاردة. ويا ترى تحب الفيديو الجاي نلخص كتاب في التنمية البشرية ولا كتاب في الإدارة والفلوس؟ متنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. المحتوى ده بيتعمل بتعب ومجهود، ومحتاجين دعمكم عشان نكمل ونقدم لكم محتوى هادف فعلا. أنا مستني ردودكم ونشوفكم في الفيديو الجاي.